طيب الخبر ده مهم يا جماعه. ايبك جيمز منزله مقال رسمي وبتقول ان مستقبل لغه البرمجه في الانريل انجن 6 اللي لسه هينزل السنه الجايه اسمه فيرس، وده مالوش علاقه بالبلو برنت والسي بلس بلس. دي لغه برمجه جديده هتنضاف في المحرك لغرض تسهيل البرمجه وحاجات تانية كده. وقالوا كمان فيما معنى يعني ان دي لغه برمجه الجيل الجديد، لان هيحصل تغيير في الاديتور وهيعملوا جيم بلاي جديد مبني على الفيرس ده، ودمج ما بين الانريل انجن 6 وبين فورتنايت اديتور. اوكي، يعني عايزين يعتمدوا اللغه دي ويضيفوها في المحرك. اوكي، وما قالوش ان في حاجه هتمسح. اوكي، طبعا الخبر مبهم لسه هنشوف، بس خلينا نحلل شويه عشان الكلام ده كبير. ده تغيير جذري، انا دايما بحب اوصل للماكسيمم اكسبكتيشن، يعني هولع الدنيا وبعدين اطفيها تاني. طيب خلينا نقسم رايين مختلفين عشان اغطي بس الحدوته كويس. في اللي هيقول يعني انتوا بقالكم 25 سنه سي بلس بلس في البرنامج عشان السي بلس بلس قديم، وتقريبا 12 سنه بلو برنت، ودي اللغه الاساسيه والعمود الفقري للبرنامج اللي مبني عليه اي اسيت او اي مشروع ضخم، اللي بنيتوا عليها الليجاسي بتاع الانريل انجن كاسم، وتقولوا لغه الجيل الجديد. ده كل حاجه فيه بلو برنت، انتوا اقرب لكم تعملوا برنامج جديد. ده احنا بقالنا سنين بندرس البلو برنت. وانا طبعا في ناس تانية هتقول اخيرا نظام جديد، ده البلو برنت صعب وخيوط ونوتس كتيره ومش فاهم منها اي حاجه، اكيد الجديد هيبقى اسهل واقوى واسرع وذكاء صناعي وحركات. طيب انا كده فنطت الورق قدامي. اوكي، اولا كل حاجه زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. دي اضافه جديده هنشوف وضعها ايه السنه الجايه، تحديدا في اواخر 2027 زي ما قلت لكم. هم حددوا الوقت. السي بلس بلس والبلو برنت زي ما هم، الاثنين اصلا لغه واحده. البلو برنت بحر كبير، ممكن يبقى معقد لو بتعمل لعبه كبيره او مشروع ضخم، وممكن يبقى سهل جدا لو عايز منه وظيفه معينه زي ما احنا بنعمل. انا بالنسبه لي الموضوع سهل، وصلت لمرحله اني بخلص شغل البلو برنت في 5 دقائق، فانا ما عنديش مشكله معاه. وعلى فكره لو في قلق، انا اكتر واحد المفروض اقلق، مش عشان الكورس، لاني وصلت لمستوى متقدم جدا في البلو برنت في الفتره اللي فاتت دي كلها. انا مش عايز احرق. يعني مثلا انا عامل مشروع عباره عن محاكاه لفريضه الحج، للاسف ما ينفعش اعرضه عشان البروجكت اندر NDA ليه حقوق ملكيه، بس عامل كاركتر لابس الاحرام وبيطوف وبيكبر وبيصلي وبيدعي وبيرمي الجمرات، فريضه حج كامله لحظه بلحظه، وعامل كود متقدم جدا. طبعا انا حرقت ابديت الكورس دلوقتي. يعني دخلنا على الجيمز شويه، مش جيمز بس، هو الكورس تفاعلي. فانهم يعملوا حاجه زي كده طبعا ده تغيير جذري في البرنامج كله، محدش كان متوقع ده، ومش هيأثر معانا في حاجه. يا اهلا بالنظام الجديد، انا كده كده هدرسه. انا بالنسبه لي اللغه الجديده فيرس دي لو هتوفر لي الادوات وتحقق لي اللي انا عايزه بسلاسه وسهوله، لان انا ما عنديش مشكله في البلو برنت، هشفت عليه ونعمل ابديت للكورس. المشكله بص، خلاصه الكلام ده كله انا ليا النتيجه النهائيه، عملته بالبلو برنت متشكرين، عملته بالفيرس حبيب قلبي، بس مفيش قلق. وخليك فاكر مفيش حاجه هتتعلمها مش هتستخدمها، وما توقفش عشان النظام الجديد. افرض استنيت سنه ونص وطلع فاكس او مش مريح او ما نجحش، محدش يعرف الفيرس ده عامل ازاي، بس انا متوقع انه هيبقى حاجه قويه وذكاء صناعي وحركات. ايبك جيمز مش بتعمل حاجه وحشه، هما بيمهدوا الحاجه كده، عشان كده اعلنوا عنه بدري وبس. انا مكمل بلو برنت وهنزل التحديث الثاني والثالث، مش هوقف، وهنبقى متابعين الجديد ان شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.